ازيكم متابعيني عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض تتبيله حلوه قوي للفراخ المشويه. هتطلع معاكي زي ما انتي ما شفتيها كده في اول الفيديو. تحفه بجد، طعم وريحه ولون مفيش بعد كده. وهنسويها في الفرن من غير فحم ومن غير اي حاجه، وهتطلع معاكي وهتبقى مستويه وفي منتهى الجمال. هنا انا معايا بصل وطماطم. وبالنسبه للبهارات معايا فلفل اسود وبابريكا وبهارات فراخ وزعتر، توم باودر، بصل باودر، وملح وبهارات لحمة وليمون وورق لورا زي ما انت ما شايفة بالشكل ده كده. اضربها في الخلاط وهحط لها معلقتين خل ومعلقتين زيت وانا بضربها في الخلاط وهرجع لك تاني. ضربت التتبيله في الخلاط زي ما انت ما شايفه بالشكل ده وحطيت عليها الخل والزيت. لو لقيتي الخلاط ما مشيش معاكي حطي له ربع كوبايه ميه صغيره خالص، هيتضرب معاكي وهيبقى بالشكل ده. حطينا البصل قطعناه 4 تربع، والطماطم متقطعه نفس الحكايه 4 تربع، والليمون حطيناه بقشره. خلي الليمون بقشره، مش هيدي مراره ولا حاجه، ما تخافيش. تمام، تعالوا نحط الخلطه دي في الفراخ. كده انا جبت الفراخ معايا، غسلتها ونضفتها بالشكل اللي انتي شايفاه ده. خليتها زي الفل كده اهي. عايزه تعملي بالصدور ماشي، عايزه تعملي بالوراك ماشي، عايزه تعملي بالفراخ كامله مفيش مشكله. هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي انغص كده الفراخ بطرف سكينه كده صغير، وابتدي انغص الفراخ كده. بص ليمونه، انا حاطه ليمون في الخلطه، احنا حطينا ليمون في الخلطه، لكن هنحط برده نص الليمونه كده اعصرها على الفراخ، بتفرق قوي وبتدي مزازه حلوه قوي للفراخ. ابتدي اعصرها كده على الفراخ هخلي برضو القشر معاها عشان تنزل الزيوت اللي في القشر مع التتبيله. جيب التتبيله بتاعتنا الحلوه دي وهبتدي اتبل بيها الفراخ كويس قوي. احط كده ما بين الجلد واللحم، نفتح كده ونحط ما بين الجلد واللحم، تتبليها كويس كده تطلع معاكي تتبيله جميله جدا وهتعجبكم. تبقى ريحتها وطعمها في منتهى الجمال. شكلها لونها اصلا عامل ازاي، احنا لسه ما سويناهاش ولا عملنا فيها. شكل التتبيله اصلا تحفه. هسيبها بقى في التتبيله دي مش اقل من ساعتين، لو مستعجله ساعتين، لو مش مستعجله يا سلام بقى كمان لو بيتيها من بالليل للصبح بتبقى احلى واحلى، وتبقى طعمها جميل وبتبقى في منتهى الجمال. فانا هسيبها حوالي ساعتين عشان انا مستعجله عليها، وبعد كده هشويها. هحطها على الرف الوسطاني الاقرب للارضيه بتاعه الفرن من تحت، يعني هنحطها على الشبكه او على الصاجه مش هتفرق، ان انا هسويها على الشوايه مش عاليه لفوق عشان ما تاخدش لون على طول من الشوايه ما تكونش استوت. هي بتاخد معايا في الفرن حوالي ساعه ونص. بخلي الجلد لتحت وبحطها على الوش بتاع اللحمه ده الاول، بتاخد ساعه الا ربع، وبعدين بعد ساعه الا ربع بقلبها تبقى على الجلد الناحيه التانية، تاخد ساعه الا ربع تاخد لون، وخلاص كده بتكون استوت. احطها بقى في التلاجة ساعتين زي ما قلنا واسويها وارجع تاني معاكم.